الواد ده ما يتقالش عليه في قناه الزمالك المحترمه لا كابتن ولا حضرتك تيجي تكلم عنه تقول الولد يا احمد شوبير. شوف انا هرد عليه. انا يوم الجمعه جاي لكم في القناه تاني ان شاء الله عشان عندنا ماتش مهم. لا مؤاخذه يعني كل التراش اللي طرشه النهارده وقول للشركه المتحده اللي بلغتها كلها عشان احنا خلاص بكره الماتش هندخل الكاميرات. اقسم بالله لو شوبير استمر كده هو والشناوي ما في كاميرا عندك هتخش ماتش للزمالك يكون الزمالك طرف فيه ماتش الزمالك، لان مش معقول واحد عمال يبلطك ده بيبلطك. فاضل كمان انا ما كنتش برد عليه، انا بردش على عيال زي دي. هو لما كارترون طلعته معايا في الفيديو كنت برد عليه، ومصطفى فتحي كنت برد عليه. انا بخاطب جمهوري صح، مش بخاطب الواد ده اللي انا جاي. انا جمهوري واقف في ظهري نمبر 2 وانتوا عارفين نمبر 2 تريبيتي تيتي يا ضحكوا. احنا قلنا النادي الاهلي لو تفتكر مباراه الدور الثاني السنه اللي فاتت كنا طالعين من كاس الرابطه وكان عندنا غيابات كتير، فقلنا احنا مستنيين ماتش النادي الاهلي. طبعا بنلاعب فرقه كبيره مع جهاز فني محترم، ومن سعد من كباتن الفرقه هو وجنش قعدوا مع اللعيبه وقال لهم احنا الماتش ده بالنسبه لنا عايزين نمحي الصوره بتاعت الدور الثاني. وفي الاخر ربنا كافئنا واحنا بنلعب ضد النادي الاهلي 80 دقيقه. مطلوب مننا عمر كمال من اللعيبه المهمه جدا، وانك توصل للثبات ده وتوصل بنفس التركيز وانك انت تهاجم النادي الاهلي وانت ناقص واحد. الحمد لله تغييراتنا كلها كانت هجوميه. اي حد كان تلميذه في موقفنا كان هيقول لك انا هقف واطلع ب 1-0 مش عايز النتيجه تزيد، لكن احنا عملنا تغييرات هجوميه بنزول مروان ونزول كريم نزل ومهند لاشين عشان نستحوذ على نص الملعب بعد النص العددي، وقدرنا الحمد لله بواحده وتعادلنا. وكنا ممكن في كوره كمان بعد الجون كنا لو طلعنا صح اتحولنا صح كنا ممكن نجيب الهدف الثاني. لكن في الاخر ماتش مهم مع فرقه كبيره زي النادي الاهلي. بعدها ب 48 ساعه بتلعب غزل المحله. احنا لاعبين يوم الجمعه يا كابتن الساعه 7، يعني مخلص الماتش الساعه 9 بالليل، ومجهود بدني كامل جدا على اللعيبه ومجهود ذهني. لكن في الاخر بقول الحمد لله وبشكر اللعيبه على الاداء وعلى الروح دي. فيوتشر الامانه يا جماعه عامل اداء مستقر ومنضبط مع الاخ علي مال، لكن يا ريت زي ما حزق قدام الاهلي والمحله يحزق قدام الزمالك عشان تعبنا بقى.